نال منه مشرعا فينا مداه. هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه، أقزم تبت يداه. ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه. ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه. أي روح وفؤاد ضمها منه رداه، من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات، مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم وحول نبينا الكريم بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وحول الصحابة الكرام. كنا وعدنا حضراتكم إننا هنعمل سلسلة في قناة مكافح الشبهات بعنوان سلسلة الدليل والبرهان في براءة معاوية ابن أبي سفيان من أكاذيب الدكتور عدنان إبراهيم، وهذه هي الحلقة الأولى من هذه السلسلة. الدكتور عدنان إبراهيم كان عامل سلسلة بعنوان معاوية في الميزان، وكان مرفوع منها حلقات على النت. وفي هذه السلسلة قدح الدكتور عدنان في الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وعن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت هذه السلسلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل. لماذا نرد على مثل هذه الشبهات؟ الجواب: لأن هذا ما تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نفتح مسند الإمام أحمد بن حنبل، طبعة مؤسسة الرسالة، في الجزء 45 صفحة رقم 528، عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. اللي يرد الغيبة عن عرض أخيه المسلم ربنا سبحانه وتعالى يرد عن وجهه النار يوم القيامة. فإذا كان الرد عن عرض المسلمين يكون جزاؤه النجاة من النار يوم القيامة، فما بالكم بمن يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام؟ فهذا أوجب. ليه؟ اشمعنى الصحابة بالذات يجب علينا أن نرد عن عرضهم ما يقال في حقهم؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين قرآنا وسنة، والطعن فيهم طعن في المنقول. فإذا سقط الصحابة في أذهان الناس سقط الدين في قلوبهم. تعالوا لنسمع ونشاهد ماذا قال الدكتور عدنان إبراهيم. نرجع لحضراتكم تاني. طغيان حقيقي. لذلك عودوا إلى تاريخ الطبري، هذه الليلة عودوا تاريخ الطبري واقرأوا، وبتشوفوا بعض عبارات لبعض الصحابة لما مات معاوية ماذا قالوا؟ مات الليل طاغيتهم هلك نعم، الصحابة يسمونه الطاغية عن معاوية. الصحابة هذا في التاريخ. هلك الليل طاغيتهم، طاغية، مرعب، رعب شديد. انت ما في كلام. الدكتور عدنان إبراهيم زي سمعنا مع حضراتكم قال أن في تاريخ الطبري أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمون معاوية بن أبي سفيان بالطاغية. تعالوا نفتح تاريخ الطبري أمام حضراتكم على الشاشة. تاريخ الرسل والملوك للإمام محمد بن جرير الطبري، طبعة دار المعارف، في الجزء 5 صفحة رقم 338. الرواية تحت عنوان خلافة يزيد ابن معاوية. الرواية باختصار تقول أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما لما توفاه الله أرسل يزيد إلى الحسين وإلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم ليأخذ منهم البيعة، يبيعوه على الحكم. فيزيد أرسل عبد الله بن عمرو بن عثمان، وهو إذ ذاك غلام حدث، إليهما يدعوهما. يبقى يزيد أرسل عبد الله بن عمرو بن عثمان إلى الحسين وإلى عبد الله بن الزبير ليأتي إليه للبيعة، فوجدهما في المسجد وهما جالسان، فأتاهما في ساعة لم يكن الوليد يجلس فيها للناس ولا يأتيانه في مثلها، فقال: أجيبا، الأمير يدعوكما. فقال له: انصرف، الآن نأتيه. ثم أقبل أحدهما على الآخر، فقال عبد الله بن الزبير للحسين: ظن فيما تراه، بعث إلينا في هذه الساعة التي لم يكن يجلس فيها. فقال حسين: قد ظننت، أرى طاغيتهم قد هلك. إلى آخر هذه الرواية.
لما الدكتور عدنان إبراهيم يجزم أن الصحابة رضي الله عنهم سموا معاوية بالطاغية، هذا معناه أن السند إلى الصحابة سند صحيح. طالما أن أنا قلت أن الصحابة قالوا كذا فلا بد أن يكون معي سند صحيح حتى أجزم أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا ذلك. فهل هذا السند الذي في هذه الرواية سند صحيح أم لا؟ تعالوا نشوف الإمام الطبري عمن يروي هذه الرواية. الإمام الطبري يقول: وقال هشام ابن محمد عن أبي مخنف، وأبو مخنف ذكر كل هذا الكلام. إذن فعندنا الآن راويان، هشام بن محمد وأبو مخنف. فمن هما هذان الرجلان؟ تعالوا نفتح كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، طبع دار الكتب العلمية، الجزء السابع، صفحة رقم 88. هشام بن محمد بن السائب الكلبي قال: أحمد بن حنبل إنما كان صاحب سمر ونسب. هشام بن محمد بن السائب الكلبي ده كان صاحب سمر ونسب، راجل بتاع حكايات وقصص. ما ظننت أن أحدا يحدث عنه، ده كلام الإمام أحمد بن حنبل. وقال الدارقطني وغيره متروك. وقال ابن عساكر رافضي ليس بثقة. وقال الذهبي وهشام لا يوثق به. أنا كمسلم لما أجد رواية تتكلم عن الصحابة وفي سندها رجل مثل هشام، هل علي أن أقبلها؟ أنا أقبل رواية من طريق رجل كذاب متروك ورافضي وليس بثقة وكان صاحب سمر ونسب، يبقى عندنا العلة الأولى في هذه الرواية هشام بن محمد بن السائب الكلبي. طيب هشام بن محمد بيروي هذه الرواية عن مين؟ عن أبي مخنف لوط بن يحيى. مين لوط بن يحيى؟ تعالوا نفتح ميزان الاعتدال مرة أخرى، الجزء الخامس، صفحة رقم 508. قال الذهبي: لوط بن يحيى أبو مخنف أخباري تالف. الراجل ده بتاع أخبار لكنه تالف لا يوثق به، تركه أبو حاتم وغيره، أبو حاتم الرازي. وقال الدارقطني ضعيف. وقال ابن معين ليس بثقة. وقال مرة أخرى ليس بشيء. وقال ابن عدي شيعي محترق صاحب أخبارهم. هذه علة تانية في هذه الرواية. أنا إيه اللي يخليني أصدق رواية زي كده في سندها رجلان مثل هذين الرجلين، هشام بن محمد وأبو مخنف؟ طيب ومن إمتى العلماء يقبلون روايات مثل هذين الرجلين هشام بن محمد وأبي مخنف؟ ده علم الحديث يعلمنا ألا نقبل روايات مثل هؤلاء الضعفاء والمتروكين. تعالوا نفتح كتاب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي، طبعة مؤسسة الرسالة، في الجزء التاسع، صفحة رقم 188. قال محمد ابن عبد الله بن عمار قال يحيى بن سعيد: لا تنظروا إلى الحديث ولكن انظروا إلى الإسناد، فإن صح الإسناد وإلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد. يبقى أنا عشان أقبل أي رواية أو أي حديث علي أولا أن أنظر في سندها، فإذا كان سندها صحيحا نبدأ ننظر في المتن. أما إذا كان السند غير صحيح أنا مش محتاج أنظر في المتن أصلا طالما أن السند غير صحيح. تعالوا نفتح صحيح الإمام مسلم، طبع الدار طيبة، في المقدمة، صفحة رقم 4. قال الإمام مسلم: باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. يبقى لما نروي رواية يجب علينا أن نأخذ هذه الرواية من الرجال الثقات العدول وليس الكذابين. قال الإمام مسلم: واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. يبقى يجب على كل مسلم حينما يريد أن يروي ويذكر للناس رواية ينبغي عليه ويجب عليه أن ينظر في سند هذه الرواية ولا يقبل من هذه الروايات إلا ما صح سنده إلى قائله، وأن يبتعد تماما عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. طب أنا عندي 2 رافضة، هشام بن محمد ابن السائب الكلبي وأبو مخنف لوط بن يحيى، ال2 متهمين وال2 شيعة رافضة. أنا أقبل ليه رواية زي كده بتقدح في الصحابة؟ هاتان علتان من المستحيل على كل دارس أن يصدق رواية من طريقهما.
العلة الثالثة في هذه الرواية أن أبا مخنف لم يعاصر الفترة التي توفي فيها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال قال أن أبا مخنف توفي سنة 57 و100، وسيدنا معاوية بن أبي سفيان مات في السنة 60 من الهجرة. تعالوا نفتح سير أعلام النبلاء للذهبي الجزء الثالث صفحة رقم 162. مات معاوية في رجب سنة 60، يبقى سيدنا معاوية توفي سنة 60 من الهجرة، وأبو مخنف توفي سنة 57 و100. لو افترضنا أن أبا مخنف عاش 80 سنة يبقى هيكون ولد في سنة 77 من الهجرة، وبما أن معاوية بن أبي سفيان توفي سنة 60 فهذا يعني أن بين وفاة معاوية رضي الله عنه وبين ولادة أبي مخنف 17 عاما، 17 سنة انقطاع. ولو قلنا نضيف كمان 15 سنة على ما أبو مخنف بدأ يعقل الكلام ويسمع، يبقى 15 و17 32 سنة انقطاع بين أبي مخنف وبين وفاة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. يبقى لما أبو مخنف يروي هذه الرواية هذا يسمى انقطاعا في السند. ومن شروط صحة الحديث الصحيح اتصال السند. اتصال السند هو أول شرط من شروط صحة الحديث الصحيح. طب أنا ما عنديش اتصال سند ولا عدالة الرواة ولا ضبط الرواة، يعني الرواية تخالف 3 شروط من شروط الحديث الصحيح. إيه اللي يخلينا أصدق رواية زي كده وانقلها للناس وأجزم إنها حصلت وأقول إن الصحابة سموا معاوية بن أبي سفيان بالطاغية؟ أضف إلى ذلك أن هذه الرواية تتهم سيدنا الحسين رضي الله عنه بالنفاق وتظهره في صورة المنافق والعياذ بالله. قبل أن يذهب ليلبي دعوة يزيد قال لعبد الله بن الزبير: أرى طاغيتهم قد هلك، حسب ما تقول الرواية. ولكنه لما ذهب ليلبي دعوة يزيد وعلم بوفاة معاوية قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ورحم الله معاوية وعظم لك الأجر. يعني من وراء بني أمية يقول أرى طاغيتهم قد هلك، وأمام بني أمية يقول رحم الله معاوية وعظم لك الأجر. أليست هذه الرواية تقدح في الحسين بن علي رضي الله عنهما؟ النقطة اللي بعد كده أن الدكتور عدنان قال الصحابة كانوا يسمون معاوية بالطاغية. كلمة الصحابة كده على إطلاقها تعني أن عددا كبيرا من الصحابة كانوا يطلقون عليه هذا الاسم. أنا لم أجد رواية صحيحة عن صحابي واحد تقول أنه كان يسمي معاوية بالطاغية. يعني الدكتور عدنان أتى برواية مكذوبة باطلة سندا ومتنا، وهذه الرواية تتكلم عن صحابي واحد، والدكتور عدنان قال أن الصحابة كانوا يسمون معاوية بالطاغية. هي دي الدقة العلمية اللي بيزعمها الدكتور عدنان. الدكتور عدنان دائما في محاضراته وفي خطبه يزعم أنه من أهل الدقة والأمانة. وفي نفس هذه الحلقة التي نتكلم فيها، الحلقة الأولى من طليعة التبيان للدكتور عدنان إبراهيم، يقول: نحن نناقش على مهل وبتؤدة وبأدب معتصمين بحبوة التحقيق، ولا نسب ولا نشتم. نحن نناقش أيها الإخوة على مهل وبتؤدة وبأدب معتصمين بحبوة التحقيق أيها الإخوة. هكذا. فأين التحقيق في هذا الكلام الذي زعمه الدكتور عدنان إبراهيم من أن الصحابة أو بعض الصحابة كانوا يسمون معاوية بالطاغية؟ أنا أرجو إن كان الدكتور عدنان إبراهيم صادقا مع نفسه أن يعتذر لمشاهديه عما بدر منه في هذه المسألة، ونقول له أنك أسأت. أنت الآن تسيء إلينا وإلى قضايانا وإلى عقولنا، وهو الذي طلب منا هذا الطلب. في نفس هذه الحلقة هو الذي قال: لتكن لديكم الجرأة والشجاعة أن تقولوا لمن أساء أسأت. أنت الآن تسيء إلينا وإلى قضايانا وإلى عقولنا. صدقوني أنا أنتمي إلى هذه الزمرة، زمرة علماء الدين، وأقول لكم لا تغتروا بي ولا بغيري. كونوا أيقاظا، كونوا متفتحين، لا تسمحوا لأحد أن يدلس عليكم، لا تسمحوا لأحد أن يزيف وعيكم، ولتكن لديكم الجرأة والشجاعة أن تقولوا لمن أساء أسأت. أنت الآن تسيء إلينا وإلى قضايانا، تسيء إلى عقولنا. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.